تاريخ بندقية الام 16 والسبب الذي جعلها مشهورة. تصنع البنادق التقليدية من الفولاذ والخشب، ومهمتها الأساسية التي صنعت لأجلها هي قتل هدف بطلقة واحدة مصوبة بشكل جيد، غير أنها على الرغم من نجاحها وعلى الرغم من كونها مميتة للغاية فإنها مع كل طلقة تطلقها ترتد مثل ركرة حصان هائج. لكن هذه البندقية التي سنسرد عليك تاريخها مختلفة بشكل كبير عن البنادق التقليدية. بندقية ام 16 تعتبر إلى حد كبير السلاح النهائي الأمريكي اللي تجرأ على تحدي التقاليد وكسرها في وجه الحروب الحديثة. في بدايتها الأولى كانت البندقية مصدر جدل كبير جدا، غير إنها تمكنت من تجاوز سمعتها السيئة اللي حصدتها في سنواتها الأولى، وأصبحت خيار الجيش الأمريكي الأول في الحروب. في التقرير ده هنلقي الضوء على الأسباب اللي جعلت الولايات المتحدة الأمريكية بتتخلى عن تقليدها الراسخ في استعمالها لبنادق عيارات ال 30 ملم واستبدالها بالام 16، وهنستعرض كمان المشاكل اللي واجهتها البندقية الجديدة والسبل اللي تم شقها في سبيل نيل لقب البندقية السوداء الأفضل على الإطلاق. البندقية اليوم. ظلت هذه البندقية الثورية في الخدمة لأزيد من 50 سنة وما زالت قيد الاستعمال حتى الآن، وما فيش أي بندقية تبدو أمريكية أكتر من هذه البندقية السوداء، وده طبعا بيرجع بسبب استخدامها الطويل من قبل واحد من أقوى جيوش العالم، حتى أصبحت بندقية ام 16 منظر شائع في ألعاب الفيديو. وكلما حضرت القوات النظامية الأمريكية في لعبة دايما هتجد بندقية ام 16 مرافقة ليها كسلاح معياري خاص بيها، على الأقل لما لا يتم استخدام شقيقتها الصغرى البندقية ام 4. غالبا ما يتم تصويرها على أنها سلاح بيطلق وابل من 3 عيارات متتالية ومش سلاح أوتوماتيكي، على الرغم أن بنادق ام 16 وام 16 A1 الأصلية كانت بنادق أوتوماتيكية بشكل كامل، لحد ما جت بندقية ام 16 A2 اللي استبدلتها، وكانت بندقية تطلق وابل من العيارات النارية الثلاثية المتعاقبة. قد جعلت بهذه الخاصية من أجل مساعدة الجندي على الاقتصاد في الذخيرة، حيث كان من السهل في السابق إفراغ مخازن الذخيرة بسرعة كبيرة جدا في حالة عدم ضبط النفس بالشكل الملائم. في ألعاب الفيديو بتساعد وابل العيارات النارية الثلاثية على التفريق دايما بين بنادق الام 16 من البنادق الأوتوماتيكية الأخرى. إنها بندقية سهلة الاستعمال ودقيقة التصويب، وبتجعل الأهداف بتسقط بطلقة واحدة مصوبة بدقة، وهي على الرغم انها تبلغ من العمر نصف قرن تقريبا، لكن شعبيتها بتزداد مع مرور الوقت سواء في الاستخدام العسكري او المدني. وقفت هذه البندقية صامدة بثبات في وجه بديلاتها المحتملات، وربما لم تكن لها بداية جيدة، لكن ده مش بالامر الجلل. لم تكن بندقية الام 16 هي البندقية اللي كانت امريكا بتوردها، بل كانت البندقية اللي كانت امريكا في حاجة ليها. لقد تجرأت على تحدي التقاليد العسكرية واسست معايير جديدة للبنادق الهجومية العسكرية في خضم ذلك. حرب فيتنام. لاحقا بيعت حقوق التصميم للشركة الأمريكية لصناعة الأسلحة كولت في سنة 1959 بالضبط، وتحت إدارة الشركة الجديدة تم تبني بندقية AR-15 من طرف الجيش الأمريكي في سنة 1962. طبعا البندقية دي لم تلقى ترحيبا واسعا بين الجنود الأمريكيين اللي أطلقوا عليها الكثير من الألقاب الساخرة بسبب وزنها الخفيف وحجمها الصغير، ما قاد إلى مقارنتها بالبندقية اللعبة. كما أن العيارات النارية الأصغر حجما اللي كانت بتطلقها جعلت الكثيرين بيشكوا في قدرتها على القتل، غير أن العيب الأعظم كان سوء موثوقية البندقية دي في ساحة المعركة. أثر تغيير نوع المسحوق داخل العيارات النارية اللي بتطلقها ضغط الذخيرة، مما قاد إلى وقوع خلل متكرر في البندقية لما بيتعلق الأمر باستخراج العيارات العالقة. ومن العيوب الأولى اللي ظهرت كمان على البندقية هو إن إصداراتها الأولى كان بينقصها التجويف المبطن بمادة الكروم. وطبعا لما ظهر العيب ده مع الظروف الرطبة اللي اتسمت بيها أدغال فيتنام، وكذا كمان مع الصيانة المتهاونة اللي قاد إليها الاعتقاد السائد بأن البندقية كانت ذاتية التنظيف، نالت بندقية ام 16 سمعة سيئة للغاية في وقت قياسي. الأساس هو تزويد البندقية دي بألياف الزجاج الجوفاء والألمنيوم لقاعدة أكثر حداثة في صناعة الرشاشات الحربية. وحافظ المصمم على استخدام خراطيش وينشستر اللي كانت بتستخدم في تصاميم تقليدية أكتر، لكن على الرغم من التحكم الممتاز في الارتداد
لكن الخرطوشة القوية دي ما كانتش مناسبة جدا لرشاش اوتوماتيكي بوزن خفيف زي رشاش AR-10، ومنه أصبحت الحاجة لخراطيش أصغر حجما واضحة جدا، وبذلك خرجت للنور رصاصات ناتو 5.56 اللي تم فيها زيادة نسبة المسحوق من أجل استيفاء شروط التسارع وقدرة الاختراق المطلوبين منها، وسمحت العيارات بأحجامها الجديدة للجنود بحمل ضعف الذخيرة بنفس الوزن. وعلى الرغم من كون الرصاصات دي صغيرة الحجم قليلا، لكن أثرها بتبقى مثيرة للاهتمام بفعل دورانها داخل جسم ضحيتها. تم تكييف بندقية AR-10 من إنتاج شركة أرمالايت من أجل إطلاق النوع الجديد من العيارات النارية، وأطلق على البندقية الجديدة اللي نتجت عن ذلك اسم AR-15. الحرب العالمية الثانية. غيرت الحرب العالمية الثانية كل شيء كان معروف في الحروب، حيث ثبت فيها كون التكتيكات الحربية التقليدية القديمة أصبحت غير صالحة، وأصبح القتال أسرع وعلى مسافات أقرب بكتير، وكان ده بيعني إن المعارك لم تعد تربح بالقدرة على التصويب والتسديد والإطلاق، وبدل ذلك بأصبحت الانتصارات ارتبطت بحجم كبير وهائل بقدر المقذوفات اللي بيتم إمطار العدو بيها. وعشان كده تم تأسيس شركة أرمالايت لصناعة الأسلحة سنة 1954 عشان تكون فرع شركة فيرشايلد إيركرافت، وتولى قسم التصميم في الشركة مصمم الأسلحة الصغيرة الأمريكي يوجين ستونر، استجابة لحاجة الولايات المتحدة الأمريكية لبندقية جديدة ومعيارية بشكل جديد. وعشان كده تم تطوير بندقية AR-10 اللي أفسحت المجال أمام استخدام أكتر حرية للمواد الحديثة عشان يخرجوا بتصميم ذا وزن خفيف لرشاش أوتوماتيكي.